السلام عليكم ورحمة الله. حرص الكابتن محمود الخطيب على حضور مران الأهلي لتهنئة اللاعبين على الفوز بالدوري ومطالبتهم بالفوز على الزمالك لإسعاد جماهيرهم. السيد عبد الحفيظ يطمئن مارسيل كولر ويؤكد له أن اليو ديانج سيكون متواجد في القمة وأزمة إيقافه انتهت في الساعات الماضية، وذلك جاء بعد تأكيد وكيل أعمال اللاعب السابق حصوله على الغرامة كاملة. الزمالك يرفض تسليم درع الدوري لرابطة الأندية قبل القمة حتى لا يحتفل به الأهلي في المواجهة. شباب بلوزداد الجزائري يطلب استعارة أحمد القندوسي من الأهلي وينتظر رد من القلعة الحمراء. مارسيل كولر يحرص على دخول مباراة القمة بكل قوة وبالقوام الأساسي للفريق بالكامل وتحقيق فوز جديد على الأبيض، ومحاضرة بالفيديو من كولر لشرح الطريقة المثالية لاستغلال نقاط ضعف الزمالك في مواجهة الخميس غدا. طبيب الأهلي يؤكد فرص صعوبة السولية باللحاق بمباراة الزمالك والأقرب عدم تواجده في المواجهة. حسام عبد المجيد يعود لقيادة دفاع الزمالك أمام الأهلي. الجهاز الفني للزمالك يحذر لاعبيه بالانشغال باقتراب إمام عاشور للأهلي حتى لا يؤثر على تركيزهم في المواجهة. مارسيل كولر يساعد عدد من ناشئي الأهلي للفريق الأول تمهيدا للاعتماد على بعضهم في الفترة القادمة وإراحة بعض من العناصر الفريق الأساسية. نادي زد يقترب من التوصل لاتفاق مع الأهلي لضم شادي حسين لصفوفه لمدة 3 مواسم. أحمد شوبير يؤكد أن الأهلي لديه رغبة في التعاقد مع مصطفى فتحي في الموسم القادم، ولكن هناك اتفاق من إدارة بيراميدز والأهلي بعدم الصراع بينهم على أي صفقة بعد تحسن العلاقات ما بينهم. أحمد شوبير يؤكد الأهلي لديه رغبة في التعاقد مع مصطفى فتحي في الموسم القادم، ولكن هناك اتفاق من إدارة بيراميدز والأهلي بعدم الصراع بينهم على أي صفقة بعد تحسن العلاقات بينهم. ومصطفى فتحي لديه بند في عقده مع بيراميدز بتفعيل الإعارة بشكل نهائي مقابل $1,000,000، وبيراميدز يحاول تخفيف المبلغ قليلا، لكن لو مسؤول التعاون رفض سيدفع بيراميدز $1,000,000 نظرا لأهمية مصطفى فتحي مع الفريق. الأهلي ينتظر بيراميدز، لو رفع ايده عن الموضوع هيدخل في صفقة اللاعب، ولو بيراميدز مكمل الأهلي هينسحب نظرا للاحترام للاتفاق الودي الذي كان بين الطرفين. النادي الأهلي يخطط عن الإعلان عن صفقة إمام عاشور بشكل مميز وبهدف تهدئة بعض الجماهير الرافضة للصفقة أيضا، وبروم تقديم إمام عاشور هيكون في تقدير جدا للكابتن صالح سليم. حقد وغل أحمد حسام ميدو يجعله يخلق سيناريو ساذج لا يصدقه إلا نفسه بأن إمام عاشور كان يرغب في العودة إلى نادي الزمالك حتى أمس والنادي هو من رفضه. إمام عاشور يكذب ميدو وينفي للمقربين حديثه مع أي مسؤول من نادي الزمالك، ويؤكد أنه لا يشغل باله بهذه التفاهات وتركيزه حاليا هو إتمام انتقاله للأهلي لكي يصنع تاريخ ويحقق البطولات مع القلعة الحمراء. مارسيل كولر يصل للبطولة الخامسة مع النادي الأهلي في موسم واحد ويعادل عدد البطولات التي حققها موسيماني ومحمود الجوهري مع القلعة الحمراء، ويصبح على بعد بطولة واحدة فقط من تخطي رقم حسام البدري الذي حقق 6 بطولات مع الأهلي. الأهلي يوفر إعلان لكهربا مع شركة دومتي لمساعدته في إكمال الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك، وجلسة جديدة بين اللاعب ومجلس الإدارة لتحديد أزمة اللاعب. اتحاد الكرة يستقر على فتح باب القيد للموسم الجديد 27 يوليو الجاري. حلمي طولان يؤكد لسيراميكا كليوباترا رغبته في بقاء صلاح محسن ومحمد شكري في الفريق للموسم الجديد ويطالبهم بالحديث مع الأهلي لحسم الأمر. الصقر أحمد حسن إبراهيم عادل نجم بيراميدز وقائد المنتخب الأولمبي يقدم مستويات مميزة سواء محليا أو مع المنتخب الأولمبي، وبالفعل أندرلخت البلجيكي استفسر مني عن إبراهيم عادل، والصحف في بلجيكا تتحدث عن موهبة اللاعب إبراهيم عادل وتألقه مع المنتخب الوطني، وإبراهيم عادل قادر على النجاح في أوروبا لأن مستوى مميز ومع التطور سيكون له شأن كبير. وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي إن شاء الله مباراة القمة ستليق بالكرة المصرية وهذه المباراة سيشاهدها العالم كله. استاد القاهرة لم يتم غلقه، كل ما يتردد عن التجديدات غير صحيح. كل ما قمنا به إننا أبلغنا اتحاد الكرة إننا سنحتاج 4 أيام لانتشال البذرة الشتوية. وسيظهر الاستاد في أبهى صورة خلال مباراة القمة. سيتواجد 6000 مشجع في القمة، 3000 لكل من الأهلي والزمالك بناء على الاجتماع الأمني، وسيتم الالتزام بهذا الأمر تماما. إبراهيم عادل تقارير أوروبية تؤكد وجود اهتمام من تشيلسي ونيوكاسل وبرايتون وأستون فيلا وعدة أندية أوروبية أخرى بعد أدائه الرائع مع المنتخب الأولمبي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.